كده احنا ماشيين صح. بعد كده هو اللي هيجري وراكي وهتشوفي. صح والنبي يا استاذ امير. المهم ستك فتحية عندها ماتش غسيل جامد جدا ووصتني ان انا اجيبك في ايدي. يعني انت مرجعني بس عشان اغسل غسيل؟ هو ده وحش؟ لا ده على راسي والله، خالتي فتحية دي على دماغي. طب قدامي. هاي يا حبيبتي، يلا بقى عشان تفطري. والله ماليش نفسي يا ماما. ليه؟ في حد ضايقك؟ ماما ايه؟ هو انا لو رحت لعبد العزيز بيه وطلبت منه يعني انه يشوف لي شغلانه كويسه كده عليها القيمه، هتبقى قله ذوق؟ لا طبعا، انت من حقك تدوري على فرصه كويسه، ده انت ان شاء الله تطلبيها من رئيس الجمهوريه نفسه. يعني مش هتبقى قله قيمه يعني؟ الله، هو انت يا بنتي رايحه تشحتي منه؟ ده انت رايحه تطلبي شغل، وهو راجل محترم ومبسوط وعنده ناس كتير قوي تحب تخدمه. يعني اروح؟ لا، هو في ايه؟ اصل بصراحه ان انا حاسه ان الشغلانه اللي انا فيها دي مش قد كده، ونفسي يعني اشتغل شغلانه تكون عليها القيمه. بقول لك ايه، روحي. طب ايه رايك بقى، انا بنفسي كنت هقول لك تروحي له، وان شاء الله كل اللي يعمله ربنا كويس. رايك كده؟ طبعا. يعني ايه طلعت؟ احنا مش هنعرف نربيها ولا ايه؟ البيت دي مراتك يا جابر، يعني لازم تقعد كده وتتكنف بيت جوزها، مش تبقى دايره لي على حل شعرها. بقولك يا جابر، انت تروح تجيب البت كده اهو وتجرجرها من شعرها وتجيبها هنا. يا لهوي، يعني ايه تبقى على ذمتك ومراتك وبايته في بيت غريب؟ لا وايه؟ بيت يا اخويا كله رجاله. يا نبوية، الشيخ زياد مش هيسيبها. شله يا شيخ. بقولك ايه، الشيخ ده اصلا تلاقيه عينه منها. يا ولية اسمع اللي بقولك عليه، انت عايز الحاره تقول عليك ايه؟ ايه؟ مش عارف تربي مراتك؟ مش عارف تحكمها؟ انت ازاي تنام اصلا ولا يغمض لك عين وانت مراتك مش بايته في بيتك وبايته في بيت غريب؟ لا وايه، بيت فيه 2 دكوره كل واحد فيهم قد الحيطه. طب والعمل؟ ما هو الخناق برضه، الخناق مش هيجيب نتيجة يا نبوية. اسمع يا جابر، انت تبعت تجيب اللي يربيهم واللي يعرفهم مقامهم، والبت دي تجيبها هنا جزمه تحت رجليك. انت لسه واقف؟ يلا اتحرك، اتنحرر شويه. الله، طيب بالراحة، هتنحرر اهو. انا هفضل طول النهار رايحه جايه افتح في الباب، ما ورايش غير فتح الباب. حاضر حاضر يا اللي بيتخبط، يا اللي مستعجل على ايه كده؟ مين؟ تميمه؟ ايه عملت ايه؟ والواد امير قام بالواجب؟ صدقي بالله يا خالتي، انا عمري ما حسيت بالامان الا لما شفت الاستاذ امير. عندي قوه دلوقتي اقطع اللي اسمه جابر هو ومراته دول باسناني. ايه يا تميمه بتعملي ايه؟ بقلع بقى عشان اساعدك واخش اغسل غسيل. لا لا لا، روحي انت نامي، انت تعبانه. هاتي بس سيبيني انا هخلص لك كل ده في نص ساعه. طب بس خلي بالك ما تلخبطيش الابيض مع الالوان. حاضر. صباح الخير. صباح النور. استاذ ايهاب موجود؟ حلوة قوي على فكرة. اتفضلي يا سلمى، تعالي. مش عايز أي تليفونات، ها؟ هو ده. هو ده بقى اللي أنا قصدي عليه. إيه الجمال ده؟ عشان تعرف بس ان انا استحق اشتغل معاك. أنا كنت متأكد إنك هتبقي واجهة مشرفة للمكتب بتاعي. أقول لك على سر؟ أنت خلاص بقيتي السكرتيرة الخاصة ليا. وانا مش مصدقه نفسي ومبسوطه جدا. وعشان طلعتي بقى جد قوي بقى كده، أنا عازمك النهارده على العشاء. عشاء؟ لا يا انا مش هقدر. هو ايه لا مش هقدر دي؟ ده عشاء عمل عشان اعرفك امور المكتب ايه، وتبقي سكرتيره ماليه مركزك كده، ماشي؟ ماشي. نورت الدنيا كلها. ميرسي. هتشتغلي ايه هنا يا علي؟ تعرفي ايه عشان تيجي تقولي انك عايزه تشتغلي؟ انت مالكيش غير الحاره وشويه الحركات اللي بتضحكي بيها على النسوان في الحته. قومي روحي، قومي بدل ما تسمعي كلام يضايقك.
ولا يخليكي مش طايقة عيشتك أكتر ما انتي مش طايقاها. روحي يا بت. اتفضلي يا فندم، عبد العزيز بيه في انتظار حضرتك. اتفضلي يا فندم. تعالى يا علي، مش عالية برضه؟ علي. خير؟ ايه؟ اوعى تكون ماما تعبت تاني؟ لا لا، ماما الحمد لله كويسة. أنا كنت بس مش عارفة أقول لحضرتك. ولا تقولي أي حاجة. مامتك شكرتني بما فيه الكفاية. خير؟ قولي لي عايزة ايه؟ انت شكلك بنت طيبة وأنا قلبي اتفتح لك من أول ما شفتك. أنا بس كنت عايزة أطلب من حضرتك طلب، بس بصراحة كده خايفة أكون بتعدى حدودي، أو من الآخر كده ما يكونش عندي دم. ما يكونش عندك دم مرة واحدة؟ لا يا ستي ما تخافيش، انت عندك دم وكل حاجة. قولي لي بقى عايزة ايه؟ عايزة أشتغل. أنا محتاجة الشغل قوي، وكمان حضرتك راجل طيب قوي وكريم، واللي عملته معانا كان كبير قوي. ف يعني حبيت أطلب من حضرتك الطلب ده. طيب يا عليا، عايزة تشتغلي ايه؟ أي حاجة يعني، بس تكون شغلانة كويسة. طيب انت خبرتك ايه؟ قصدي يعني اشتغلتي فين قبل كده؟ أنا ما اشتغلتش في شركة ولا في أي مكان. أنا كل الحكاية بس إن أنا كنت ببيع شوية حاجات للبنات عندي في الحارة وبس. طيب يا علي، أكيد طبعا معاك تليفون. بعد إذنك هتديه للسكرتير بره، وأنا هفكر لك في شغلانة تناسبك وهكلمك. متشكرة قوي. عن إذن حضرتك. اتفضل. يا بنت قومي اقعدي فوق، ما يصحش كده. والنبي العين ما تعلى عن الحاجب، خليني قاعده كده مرتاحه. ما تقوليش كده، ده انت زي بنتي. يلا قومي اقعدي فوق. شوفي، انا هاجي معاكي دغري. كون جوزك متجوز واحده او اتنين او تلاته، دي حاجه احنا ما نقدرش نتكلم فيها. انما بذمتك انت مش مطلعه عينه؟ باين عليكي ما انتش سهله خالص. انا ورب الكعبه ما بعمل له ايتها حاجه. شوفي، انا عارفه امور النسوان كويس قوي. الواحده لما تحب تطهق الراجل وتخليه يتجنن تعملها. ركك، انا لا طايقاه ولا عايزاه ولا طايقه اشوف وشه، لا هو ولا الموكوسه اللي هو عايش معاها دي. عارفه لو يسيبني انا ارجع البلد لابوي. بصي يا تميمه، انا هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك. انت هترجعي له. ما هو جوزك ومقسوم لك. انا عايزاكي تقعدي كده مع نفسك وتفكري وتشوري نفسك هتعملي ايه. الا يا ست الحاجه، هو الاستاذ امير هيقعد يعني ولا هيسافر تاني؟ والله يا بنتي ما انا عارفه. هو دايما يقول انا هقعد، بس يقعد شويه ويوم والتاني ويسافر. ربنا يبارك لك فيها خالتي، يا رب تفرحي بولاده يا رب. ربنا يخليهولي. بقول لك ايه، انا هقوم اعمل الاوضه بتاعته، هي اللي فاضله. لا خليكي، والنبي انا اللي هقوم اروقها، خليكي.
شوف يا خليل، المحل كويس قوي واصحابه ناس طيبين، والشارع اللي فيه المحل الرجل فيه ليل ونهار ما بتتقطعش. كل اللي يجي من ناحيتك خير يا شيخ زياد. بس بص بقى، المحل ده عشان يتفرش محتاج فلوس. اوعى تفتكر ان في حد هيفرش لك المحل ده من غير ولا مليم، لا، ده لازم تحط مبلغ، ومبلغ كويس كمان. طبعا انا طول السنين اللي فاتت دي وانا بحط القرش على القرش عشان اليوم ده. نفسي بقى ارتاح يا شيخ زياد من اللف في الشوارع. ان شاء الله ربنا هيكرمك، ربنا يطعمك ويخبز لك عيشك ان شاء الله. ايه ده؟ الناس دي رايحه فين؟ انت الشيخ زياد؟ اه يا ابني انا الشيخ زياد. خير؟ البت اللي اسمها تميمه دي تلزمنا. نعم. زي ما سمعت كده. وبعدين عايزين نخلص الدور ده بسرعه قبل ما حد يتعور، عشان انا اذا فتحت المطوه بتاعتي مش هقفلها لو هي ملطوطه. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه الهيصه دي يا عم زياد؟ في يا عم الشيخ في حاجه؟ ايه يا لولو انت كمان في حاجه؟ لولو ده بيقول لولو، ده انت هتتسال. تعالى بس يا حسني. قلت ايه يا عم الشيخ؟ يا عم خد الناس اللي معاك دي واتكل على الله، وقول للي بعتك ان كده عيب ما يصحش. وانت مش عيب تاخد مراته وتنيها عندك؟ ولا العيب بمزاجك والحرام على كيفك؟ لاخر مره البت دي لو ما نزلتش انا ههدي البيت باللي فيه. يعني مفيش فايده. طب ما حدش يغلطني بقى في اللي هعمله. بينا يا رجاله. انا هدي الحاره عليك وعشان يا طب يلا تعالى يا ابني، تعالى 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 يا حسني. طمني، حصل لك حاجه؟ مفيش حاجه. حصل لك حاجه يا حسني؟ في حاجه يا حسني؟ لا يا شيخ زياد كله تمام. الواد اللي اسمه جابر ده لا يمكن يستنى معانا في الحلقه دقيقه واحده. هيمشي يعني يمشي من الحته كلها. Allez, ça marche. Buongiorno, come stai? يعني قلت هتسألي عليا تكلميني. واسأل عليك ليه بقى ان شاء الله؟ في بيني وبينك ايه عشان يبقى في بيننا مكالمات؟ إنسانية، بطلتها. محبة، قديمة. صحوبية. بس احنا يعني لازم نبقى اصحاب قوي قوي عشان ابتدي اسأل عليك. طب وإمتى هنكون صحاب قوي قوي يعني؟ قدامك كتير قوي عشان ده يحصل. بقول لك ايه؟ ده الحاره كلها يا اخويا ملمومه وجايين على هنا. يا اهلا وسهلا يا اختي. اهلا وسهلا. ايه هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ ده حقنا لا مؤاخذه، والبت دي مراتي ومن حقي اجيبها باي طريقه تعجبني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يا شيخ زياد، معلش مش قادر اقول لكم اتفضلوا عشان المكان ما يسعش الرحله اللي انت فيها دي كلها. بس احنا مش جايين نتضايف يا جابر. خير يا عم الشيخ، في ايه تاني؟ جرياد انت بتتكلم عدل اليوم. خلاص يا بقول لك سلام. ايه؟ انا بكلم الشيخ زياد، شيخ الحاره دي كلها، اللي الكبير فيها بيحترمها قبل الصغير. وبعدين عيب يا عم الشيخ لما يكون شيخ كبير زيك كده ويفهم في الاصول ويعمل اللي انت عملته. اللي انا عملته ده هو العيب يا جابر؟ ولا اللي انت عملته؟ بقى في راجل محترم يأجر ناس عشان يتعاركوا معاه اللي حتته يا راجل. انا حتتي يا عم الشيخ يقف معايا، مش تبقى مراتي لا مؤاخذه بايته بره البيت وهم فين يتفرجوا، ولما عاوز اربيها يقفوا قدامي يمنعوني؟ لا وايه كمان؟ ويقووها عليا كمان. بقول لك يا عم الشيخ من الاخر كده انا فاض بيا ومليت. البت دي مش هسيبها الا لما اربيها. وبعدين انتوا بتتكلموا على مين يا اخوانا؟ دي مراتي. مراتك تمرمطها في الشارع وتجرجرها من شعرها قدام الناس. مراتك تحفظ كرامتها، لو في حاجه بينك وبينها يبقى في بيتكم مع بعضيكم.
وانت مين بقى ان شاء الله اللي كل مره تحشر نفسك اللي مالكش فيه؟ انا اللي كل مره ببقى جاي اضربك وما بيحصلش نصيب. ولا انت ولا 10 زيك كمان. خلاص في يا عم الشيخ، ده بدل ما تجيبها وتيجي لغايه عندي وتقول لها ان رضا جوزها من رضا ربنا، ينفع كده يا عم الشيخ؟ ينفع؟ لا ما ينفعش، بس الحقيقة بقى قبل ما تطلب من مراتك إنها تحترمك لازم تبين لها إنك راجل بجد، راجل بحق وحقيقي، مش واحد مستخبي ورا شنب الله أعلم هو بجد ولا عيرة. يا راجل ده أنت نزلت مراتك أسفل سافلين. يلا بينا يا ولاد يلا. يلا بينا ايه؟ الواد ده لازم يتضرب. ما تقدرش. بقول لك يا عم الشيخ، البنت دي هترجع وعليا الطلاق لو ما جت سقف على ايديها ورجليها عشان ارضى عنها ما بقاش انا جابر. لا ده الحكايه كده فيها ان لقينا كمان. هو ايه يا اخويا اللي جرى لاهل الحاره؟ في ايه؟ البت دي سحرة لهم ولا ايه؟ بقول لك ايه، وجعت دماغ امي مش ناقصاك انت الاخرى. نيلة. So this is very good. You take it. Thank you. Welcome. انت مش ملاحظ ان انت مزودها شويه؟ بصراحة بقى كده أنا معجب بيكي. انت هتلبخ؟ هو لما الواحد يقول للواحدة أنا معجب بيكي يبقى بيلبخ؟ لما تبقى نيته مش سليمه مين قالك إن نيتي مش سليمة؟ انا عارفه، لان انا عارفه حجمي كويس وفاهمه كل حاجه. ما يغركش ان انا ما كملتش تعليمي، بس انا دايره في الدنيا وفاهمه ينفع ايه وما ينفعش ايه. أنت لازم تعرفي قيمة نفسك كويس بجد. أنت حاجة كويسة وممكن تبقي أحسن من اللي أنت فيه ده مليون مرة. صدقيني أنت من جواكي حاجة جميلة بجد. طب ومين قالك ان انا مش حابه حياتي؟ عينيكي. نبي ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا استاذ حسام. ابعد عني، انا مش ناقصه. مساء الخير. هاله. ازيك يا لادي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. انت ايه اللي جابك هنا يا بت؟ مفيش، اصل انا كنت عندي مشوار قريب كده من هنا فقلت افوت عليكي وكده. يا بت هتصيعي عليا، قولي لي جايه ليه؟ انت قدامك كتير هنا ولا ايه؟ نص ساعه. طب خلاص انا هقعد استناكي في اي حته لحد ما تخلصي وتجيلي. اصبري بس، انت رايحه فين؟ انا هاجي معاكي. طيب ماشي. دي أختك؟ لا انا هاله جارتها في الحته. أهلا يا هالة. اهلا. إزاي؟ الله يسلمك. لا واضح إن المنطقة اللي ساكنة فيها ليلى يعني كلها بنات زي القمر. متشكرين قوي. القمر بجد. مالكش دعوه بيها. في ايه؟ خايفة من ايه يا بت؟ بقى بعد كل اللي حصل ده وانت لسه قاعدة كمشانة جاتك وكسة. تصدقي بالله انت تستاهلي اللي بيجرالك واكتر. ليه كده بس يا خالتي؟ عشان خايبة. كل ما يحصل لك حاجة تكني كده وتقعدي كمشانة عاملة زي الفرخة اللي ما تفرش. اقول لك حاجة وتسمعيها؟ ايه؟ جابر ده مش عايز القلق والخوف اللي باين عليكي ده، لا ده عايز واحدة قوية وتقف قدامه يقول لها ابوكي تقول له هاته يا ريت عشان اخلص من وشك العكر. يقول لها هربيكي تقول له روح رب نفسك الاول. شوفي يا تميم، انا اتجوزت جوزي وانا صغيرة وكان هو اكبر مني وكنت حلوة كده زيك. لا كنت احلى وكنت عصبيه وكنت فاهمه ان انا مش عاجباه وان كل كلمه كان بيقولها لي كان بيتريق عليا. كنت دايما كده متنرفزه وكان هو عصبي ويزعق ويصرخ. كنت فاهمه ان نرفزته دي عشان يتحكم فيا، لكن بعد كده اكتشفت ان هو كان بيعمل كده عشان انا اعمل الصح. هو كان بيعمل اللي عليه وانا بعمل اللي عليا
زي ما انا فاهمه انه صح. كنت بتحبيه يا خالتي؟ اللي بحبه كنت بحبه قوي، لكن حبيته اكتر لما تعب وحسيت انه هيروح مني. طب والشيخ زياد؟ الشيخ زياد جوز بنت الله يرحمها. هو انت تلاقي راجل زيه؟ ده شايلني في عينيه، ده انا عملت فيه عمايل كنت حامة صعبة قوي، وريته الويل. لكن بعد بنتي ما ماتت هو مرضيش يخليني اعيش لوحدي ابدا. انا بقول لك الكلام ده عشان تعرفي الفرق بين الراجل اللي تحترميه والراجل اللي زي جابر ده. اغطي راسك، اغطي يا بنت شعرك. مين؟ عايزك يا تميمه بره. وعايزها بره ليه؟ عشان ما اسمعش انا هتقول لها ايه؟ ما ينفعش هنا يا ستي. تعالي يا تميمه. فعلا ما يصحش. تعالي يا بنت نخرج بره. والنبي يا ام ابراهيم عايزه بجنيه طعميه وبجنيه بطاطس. عينيا يا ست علي. زودي بجنيه والنبي يا ام ابراهيم. عينيا يا استاذ. ازيك يا عليا وازاي امك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، نحمد ربنا على كل حال. انت يا عليا كنت عند سامي مروحه. ليه؟ يعني انت بنت حتتي برضه وبخاف عليكي، وابوك الله يرحمه كان راجل طيب وكل الحته بتحبه. بلاش سامي يا مروحه دي. انا اللي بيني وبينها شغل مش اكتر. عارف والله العظيم ان اللي بينك وبينها شغل، بس انا يعني قصدي المصلحه. هاتي يا ام ابراهيم. عينيا يا استاذ. على فكره يا حسني، انا عارفه انا بعمل ايه كويس قوي، وعارفه ان كلامك ده للمصلحه، وعارفه كمان ان نيتك كويسه. عن اذنك يا حسني. ام ابراهيم يا حبيبتي. ب2 جنيه طعميه عينيا يا استاذ. وخليهم بالشطه. عينيا يا حبيبتي. ايه؟ خايف عليها؟ يا ستي اهو كلام، انت بتصدقي برضه. هو انت مش ناوي تسد بقى اللي عليك ولا ايه؟ طبعا، امال ايه؟ فاضيه بكره؟ وانا ورايا حاجه يا اخويا. طب بعد الظهر ماشي؟ قشطه. فين؟ على المشايه. ماشي؟ قشطه. هاتي ده خلصيني. بالشطه. عينيا يا حبيبتي. تسلمي. الف هنا والشفا. انت قلتي لي مراته اللي اسمها نبويه دي ضربتك وحبستك يا تميمه؟ والختمه الشريفه ده اللي حصل. وجابر كمان ضربك؟ يا لهوي لا تكون مش مصدقني. يا بنت بلاش لهوجه كده، استني لما نشوف هيقول ايه. حاضر. تميمه في اثار ضرب على جسمك من اللي هم ضربوهولك ده؟ النعمه بص اهو زراء واهو. بس يا بنت انت ما صدقتي ولا ايه؟ خلاص. شوفي يا تميمه، احنا هنطلع دلوقتي على القسم، وبعد كده هنطلع على المستشفى نعمل تقرير طبي، وبعد كده نرجع للقسم نتهمهم ان هما الاثنين ضربوك. اتفقنا؟ حاضر. وبكره الصبح ان شاء الله تروحي تعملي توكيل عام قضايا علشان امسك لك القضيه بتاعتك. حاضر. يلا بينا. حاضر. انا مبسوط منك قوي قوي النهارده. هيجي منك بسرعه على فكره. انا متشكره ليك قوي. متشكره على ايه؟ انا مروح. تحب اوصلك في طريق؟ لا ما تتعبش نفسك، انا هاخد اي حاجه لحد البيت. ما تعبش نفسي ليه؟ عربيتي موجوده تحت. يلا تعالى اوصلك في طريق. يلا بينا. ماشي. سلمى انت لازم يكون معاكي عربيه. الدنيا مظاهر يا سلمى. وجود العربيه معاكي هيعمل لك برستيج مختلف تماما. انا بصراحه كنت بفكر اعمل كده قبل ما تقولي. هو انت قلتي لي الشقه اللي انت قاعده فيها انت واختك تمليك؟ ورثناها عن بابا الله يرحمه. الله يرحمه. على فكره انا سالت في المكان بتاعكوا ده عن ثمن الشقه، لقيتها بتجيب رقم كويس. ممكن بالرقم ده تاخدي في مكان تاني. هي صحيح الشقه هتبقى اصغر شويه لكن هيبقى المكان راقي. هو انت سالت على الشقه بتاعتي؟ طبعا. انا اهم حاجه عندي الموظفين بتوعي، لازم اهتم بيهم طبعا. الموظف عندي هو واجهه الشركه يا سلمى. وبعدين الحياه علمتني اللي معاه قرش بيساوي قرش، وانا عايزك تتعلمي كده. سلمى انا عايزك تبقي قريبه مني في كل حاجه. ماشي. اتفقنا؟ حلوه ماشي دي. منك لله يا ليلى.
طبقين كشري نكوع فيهم 20 جنيه؟ ماله كشري امي؟ يا بنت الزمالك الزمالك. اختي بلا زمالك بلا بتاع. قولي لي بقى كنت عايزاني في ايه؟ طب ما تقولي لي انت بقى، مين الواد الاوز اللي كنت واقفه معاه ده؟ حسام؟ سيبك منه يا شيخه، خلينا بس في موضوعنا. احكي. والنبي شكله بيرسم عليكي يا قطه. كلهم بيرسموا على البنات. بعدين احنا شغلانتنا ياما بتلم. ايوه. قولي بقى هتجنن واعرف عايزاني في ايه؟ ماشي هقول لك، بس بيني وبينك ما تقعديش ترطي كده مع حد. في بيلي يا حبيبتي اطمني. بصي يا ستي، انا عايزه اشتغل عند عبد العزيز بيه اللي شغال عند الواد سلامه. بصراحه باين عليه راجل طيب كده، وبعد اللي عمله مع عليا وامها ممكن يقول لي اه. طب وانتي قلتي السلامه؟ يا اختي قلت له انا لساني وقع مع سلامه، كل شويه لا بعدين كمان شويه، وانا بصراحه عايزه اشتغل. طب وانتي ما لقيتيش غير عبد العزيز بيه عشان تشتغلي عنده؟ لا البيه ده غبيه ولا ايه؟ يا بنت بقول لك باين عليه بيه محترم، يعني ممكن يدفع لي كويس بدل ما اتمرمط في المحلات واللي يسوى واللي ما يسواش، وانا اقول لك يا ليلى ما انت عارفه. راجل كويس يا بنت؟ قوي. طب روحي. رايك كده؟ سلامه ملوش الحق يقول لك ولا لا. وبصراحه بقى ده اكل عيش، كل واحد يجري على لقمه عيشه. تصدقي يا بنت انا قلت كده برضك. اما لما انت قلتي كده جايه تكلميني في ايه؟ الله، مش باكد المعلومه عندي يا بنت. ايوه. نعمة وعلى خليل، يا رب ما ترجع يا رب، اسمع خبرك قريب. يخرب بيتك، كل دي فلوس ومعيشنا في الفقر والعوزة؟ إن مربيتك يا خليل الكلب. عارفين الست دي كريمه؟ ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي على الصبح؟ عايزه اكل. ما عملتش اكل، انا كنت بنضف في الشقه. والنبي هقضيها جبنه وبيض ولا ايه؟ دي ربنا يا شيخه انك لاقيه الجبنه والبيض. ابوكي مخلينا لاقيين اللضا. انت ست مفتريه، والله مفتريه. الراجل الاسبوع اللي فات جايب لنا بطه قد كده. بطه قد كده؟ اسم الله عليك انت وابوكي وعلى بطه. كل كام شهر لما ياكلنا حته زفر. الراجل ده غلبان فيكي، والله العظيم ابويا راجل طيب وانت المفتريه. ماشي. بقول لك ايه؟ انا هاكلك بره. احلفي والنعمه. على حسابك. على حسابي. مش هتدفعيني زي البت ليلى في الكشري 10 جنيه. لا انا اللي هدفع. انا جاي معاكي وش. بس بقول لك ايه؟ نروح الاول نزور السيده عائشه عشان نفسي رايحه لهناك. ده من امتى يا اختي؟ اللهم قوي ايمانك. انا موافقه، ما دام هتدفعي انا جايه. خلاص هدخل اغير. طبعا يلا انا مستنياكي، دي فرصه تتعوض. امي هتدفع يا نهار اسود. يلا يا هاله، يلا يا بنت. طيب يلا. طيب مستعجله كده ليه؟ يا بنت مشتاقه لها، يمكن لما ادعي في حضرتها ربنا يستجيب لي يا رب. يا رب يا اختي يا رب. يلا. افرح
يا حبيبتي انا مش عايزه عكننه، انا مبسوطه ومزاجي عنب. وايه بقى اللي انت لابساه ده ان شاء الله؟ انت مشيتي في الحاره كده؟ حاره ايه وزفت ايه؟ وبعدين انا مش هعمل حساب بعد كده غير لنفسي وبس، اللي انا عايزاه هو بس واللي انا شايفاه هو بس. بس بذمتك ايه رايك على النعمه؟ انت لو كنتي شفتيني ماشيه في الشارع ما كنتيش عرفتيني. وعملتي ايه يا اختي في الشغل الجديد؟ مبسوطه جدا. انت عارفه المرتب كام؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ شفتي بقى ان انا كنت صح وان انت اللي غلط؟ اقول لك ده انت احلى مني 100 مره، ومؤهلك مش وحش، انت معاكي معهد 2 يعني كان ممكن تشتغلي في شركه زي اللي انا بشتغل فيها دي. الحمد لله يا ستي انا راضيه بحالي. الرضا حاجه والهبل حاجه تانية. فتحي ده جابك لورا. تقدري تقولي لي هو بيعمل ايه؟ الشقه دي ورثناها عن ابونا، ومصاريف البيت تشتغلي زيك زيه بالظبط، لا وبتصرفي اكتر منه كمان. خلفه يا حسره ده قطع الخلف. يا بنتي فوقي، انا لو مكانك ارميه في الشارع. ما تقوليش كده يا سلمى، فتحي طيب وابن حلال. يعني ما فيش طيب وابن حلال غير بالوكسه. بعدين انت حره. 2000 جنيه؟ الله يخرب بيتك يا فتحي. الموضوع ده تعبني قوي يا عم خليل، مش عارف اعمل ايه. رحت لدكاتره كتير، يقول مفيش فايده، واللي يقول ممكن، واللي يقول لي هتحتاج لعمليه. شوف يا ابني، انا مش هقول لك ما تزعلش، لان الخلفه دي احلى حاجه في الدنيا ومفيش حاجه تساويها. بس يمكن ربنا سبحانه وتعالى منع عنك الخلفه لحكمه انت ما تعرفهاش. لازم يا ابني ترضى بامر ربنا وتحمده. بس جليله زعلانه، والبت اختها دي عماله تبخ في ودنها، وانا خلاص. شوف يا ابني، ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا دي وقسم الارزاق، وكل واحد واخد نصيبه بالتمام والكمال. لكن كل واحد في الدنيا دي مش مستريح ولا راضي بحاله ولا راضي باللي قسمه له ربنا، الا واحد بس اللي عنده رضا وانا بحاله وعارف ان ربنا اختار له الصالح. تعال يا بكره. امورني يا عم خليل. كانت عاوزه ايه العقربه دي؟ قال دي كانت بتسالني على الواد حسني وقالت لي لما اشوفه اقول له انها عاوزاه ضروري. دي ما تقولش عليها عقربه. كده احنا ماشيين صح قوي. طب هو جابر هيسكت عنه وسيم، انا مش عايزه يسكت، لانه لو عمل اي حاجه نستغلها ضده في القضيه. احنا ممكن نعمل قضيه خلع ونخلص منه، بس انا عايزك تفهميه كويس قوي ان انت هتاخدي حقك منه تالت ومتلت. انا لا عايزه حق ولا مستحق، انا عايزه اخلص وخلاص. يا بنتي امير، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ليلى، انت عامله ايه؟ نحمده الحمد لله كله تمام. ازيك يا توم، عامله ايه؟ ازيك يا ليلى؟ الحمد لله. تيجي تقعدي معايا شويه؟ لا اصل نبي يا شيخ عشان خاطري ابويا ومراته مسافرين ومش راجعين غير بكره، تعالي اقعدي معانا قاعده لوحدي. ام البنت عليا عامله ايه؟ يا لهوي، تصدقي ان انا نسيت اسال عنها؟ طب تعالي نسال عليها. طب بعد اذنك يا استاذ امين. اتفضلوا، مع السلامه ليلى. يا هلا يا كريمه، بنت يا هلا. يا هلا يا كريمه، يا هلا. يا خرب بيتك يا خليل، يا خرب بيتك يا خليل، يا خرب بيتك.